دوی دمین داویه ده لسرمدیا جواکی بانگین مرووی به تایبت جی لهریما حکومت دمکی پر بونه. دوی چارچوبه ده خورتک لکولان دیر زوری دمشه ماتمایی دمینه. کل هر کولانه که کسی ناس به جلین رش چک را کرنه. خورد بیجه قاشو موالاتک آزاد کریه و ام دولتک آواد کن. چون هر کولانه که چک هاتیه را کرن. هر وها بانگ الحکومت دمکی دکه و دبیجه بسه. خلقي في ولاتي نما ديمانين بالترس تحمل دكن. والله مناشدة رقم مليون لوزير الداخلية لقائد شرطة محافظة دير الزور. ايمت راح نخلص يا سيادة الوزير شاهد ابن الحلال قام يأذن. ايمت راح نخلص من موضوع الإسلاح بالشارع. يا أخي والله مو منطق. والله ما نحس بالأمان، أنا ماشي وحدا على المطور حياة روسية أو فرد قام يتمشى قدام بالشارع، لا عنده لباس أمن ولا لباس جيش. إلى متى راح نخلص من هاي المناظر المقرفة؟ هاي المناظر المقرفة. طالما هاي المناظر موجودة بمحافظة دير الزور مركز المدينة، أنا حاليا بالقصور، قبل شوي أنا جاي من الوادي. طالما هاي المناظر منتشرة بالمحافظة، هاي المدينة ما راح تقوم لها قائمة، وهاي المدينة ما راح يجيها مستثمر ولا راح يجيها مستثمر لا داخلي ولا خارجي. طالما احنا بسلاح منتشر بالشارع، طالما ناس حمل سلاح ومعروفه قرعه ابوها منين، لابسه شراويه، لابسه شراويه ووجه غريب عن البلد حمل سلاح باي صفه ما حدا يعرف، لا لابس لباس الامن لباس الاسود ولا لابس لباس الجيش. منو هذا الشخص؟ بس اريد اعرف انا اليوم هذا الشخص ممكن يتعرض لي وانا ماشي بالشارع بامان الله. انا اليوم ابن هالبلد ماشي بشخص حامل سلاح وماشي بيه. يعني ايمت راح نخلص من هذا المظاهر التخلف؟ يعني هاي المظاهر راح تظل مدمره المدينه، العالم راح تظل خايفه، العالم راح تظل جيفنا من موضوع النزله للمدينه. طالما سلاح بالشوارع ما حدا راح ينزل يسترجي، لا يحط مصاري بالبلد ولا يفتح مشروع ولا يعمل اي شيء ولا حتى يزور المدينه. يعني اليوم ولد المدينه اللي موجودين خارجها سواء خارج البلد او بقيه المحافظه ما قام يسترجون ينزلون. يا اخي العالم خايف، العالم خايف من السلاح. خلاص احنا البلد قررت اليوم قام تبني دوله. شو